اهلا بيكم. الفيديو بتاعنا النهاردة للسمك، هنعمل فيه سمك بلطي في الفرن. بس حكاية، لو اول مرة تشرفوني على القناة وعجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك واللايك والشير. ويلا بينا على وصفتنا عشان نعملها مع بعض. هبتدي الاول بالتتبيلة. التتبيلة ديت هنستخدمها للخضار وللسمك. معايا توم مفروم، ملح، فلفل، كمون ونتوصى بالكمون، كركم، وكمان بابريكا. دي كده التوابل بتاعتنا. حط بقى السوائل. معايا عصير ليمون، دي كانت ليمونة كبيرة، ومعلقة من الزيت، معلقة واحدة بس، احنا مش عايزين نكتر. وكمان معلقة من الخل. والمكون الجديد اللي معانا صويا صوص، حاجة كده هتودي السمك في حتة تانية. ونقلب كل المكونات ديت مع بعض. نبتدي ان احنا نجهزها علشان نعمل بيها الخلطة بتاعتنا. معايا هنا اهوت الصينية بتاعتنا، وهنحط فيها الخضار. طماطم مقطعة شرايح رفيعة، دي كانت طماطماية واحدة. وكمان بصل مقطع شرايح رفيعة، وفلفل حسب الفلفل اللي عندك. انا هنا مقطعاه مكعبات، بس مكعبات كبيرة مش صغيرة. وكمان توم مقطعاه شرايح. وهاخد الخلطة ديت واخد جزء منها للخضار، والجزء التاني هشيله كمان للسمك. انا عايزة بس اتبل الخضار الاول، علشان انا مش هحط عليه اي توابل تانية خالص. هي التتبيلة ديت هي ديت اللي هتكون تتبيلة الخضار وكمان تتبيلة السمك. هبتدي ان انا اقلب الخضار حلو قوي مع التتبيله. انا مش بدعكم مع بعض، لا، انا بس بقلبها تقليب خفيف علشان خاطر بس مهريش الخضار. انا عايزاه زي ما هو صحيح بالشكل ده. وكمان معايا السمكه بتاعتنا جاهزه مغسوله ومتنضفه حلوه قوي، وكمان عامله فتحات في اللحم بتاعها بالشكل ده علشان تاخد من التوابل وتتبل حلو معانا. تيجي احطها على الخضار بالشكل ده وهوزع عليها التتبيله. انا ما حطيتش فيها اي توابل قبل كده ولا عصرت عليها ليمون، عشان هكتفي بالتوابل اللي موجوده معانا في الخلطه ديت. بحشيها من جوه حلوه قوي علشان من جوه تتبل وتاخد من طعمها. وكمان هحشيها حلوه قوي من هرش عليها حلوه قوي من بره كمان. ومنساش الفتحات اللي انا عاملاها لازم ادخل فيها كمان التتبيله ديت. كده خلصنا جنب، بنعمل الجنب التاني برضو نفس الحكاية. زي ما احنا شايفين، اهم حاجة برضو الفتحات علشان اللحم بتاعها يتبل حلو قوي. نقدر نسيبها في الخضار والتتبيلة ديت فترة نص ساعة، ونقدر كمان ان احنا ندخلها على طول في الفرن. ده راجع حسب وقتكم، بس طبعا لو هي اتبلت وقعدت فترة نص ساعة ديت تبقى حلوة قوي، لان السمك ما بيحتاجش وقت طويل في التتبيل وبيتشرب التتبيلة بسرعة قوي. اي تتبيله بقى باقيه ببتدي ان انا اوزعها كده على الخضار عشان يتبل معانا. وبحط في الفتحات ديت شرايح من الليمون، برضو بتديها طعم حلو قوي. انا كنت مسخنه الفرن على درجه حراره 200، وهبتدي ان انا اجهز السمك علشان يدخل على الفرن وهو سخن على طول. بحط شرايح من الليمون، وكمان شطه ديت اختياري لو انتوا حابين. ومعايا كمان شويه ميه بس صغيرين عشان يعمل معانا دوره البخار ويبتدي ان هو يسوي الخضار ده معانا. معايا ورقه زبده ديت، انا كنت بلاها، كنت مكرمشاها كده وبلاها علشان اغطي بيها السمك علشان ياخد دورة البخار في الفرن ويبتدي ان الخضار يستوي معانا وكمان السمك. بعد ما بدخلها الفرن وبتبتدي خلاص ان هي تستوي وبتاخد 3/4 سوا، بشيل ورقة الزبدة وبسيب السمكة تحمر وتستوي لحد ما تبقى بالشكل ده كده. شايفين لون الخضار ولون السمكة؟ بصراحة جبار. الصويا بجد بتقلب الاكل بطريقة تانية خالص. وادي اللحم بتاعها من جوه،
ابيض ومستوي، وكمان كان طري جدا مش ناشف، علشان احنا غطيناها. واحنا بنغطيها نراعي ان الورقة نفسها ما تغطيش السمكة وتاخد من التوابل بتاعتها. احنا عايزين ان الورقة تكون مرفوعة علشان خاطر بس ان السمكة تاخد راحتها في السوا. وادي كمان الخضار لونه خرافة، وكان كمان والله طعمه خرافة جدا. الله عليها بجد. دي كانت وصفتنا النهاردة، وصفة سهلة وبسيطة، مكوناتها حلوة، نقدر ان احنا نعملها ممكن في عزومة، ممكن في وقت غدا، ممكن نعملها في واحدة بس ونجرب ونشوف طعمها ايه. ولو عجبكم بعد كده تقدروا ان انتوا تعملوها في اكتر من حاجة عندكم. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير. وشكرا ليكم وشكرا للمشاهدة، وفي انتظار تعليقاتكم الجميلة اللي بتسعدني. واشوفكم في فيديو جديد، واقول لكم سلام.